السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا باحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الصابون البلدي. طبعا الصابون البلدي ما فيش غنى عنه في اي بيت النهارده. هنبدا وصفتنا. معانا المقادير: معانا ربع كاس، معانا لتر ونص زيت. طبعا مصفياه، ما صفيش بمصف، بصفيه بشراب عشان ما ينزلش اي شوائب فيه. لتر ونص. معايا ممكن احط قشر ليمون، ميه قشر ليمون. انا ما عنديش ميه قشر ليمون، حطيت كوبايتين ونص ميه من الحنفيه وحطيت ليمونتين. احط البطاط. لازم تكوني بعيد وانت حاطه البطاط، واعمليه في مكان بعيد عن الاولاد، في مكان متهوي، عشان الابخره اللي بتطلع من البطاط. لازم تلبسي كمامه وجوز عشان الابخره. تتقلبي بخشبه، تكوني بعيد عنه مسافه نص متر عشان بيطلع ابخره. تقلبي بخشبة كده عشان تستحمل السخونية. تعملي بحاجة بلاستيك ما انتش محتاجاها، مش هتستخدميها في الأكل. تمام. طبعا هعمل الصابون من حاجة بنرميها. طبعا الزيت كنت برميه كتير، ما كنت بستخدمه. من ساعة ما عرفت الطريقة دي بقدر استعمله على طول. الصابون النهاردة أقل حاجة تجيبها ب7 جنيه. يلا بقى، لو عندك زيت ولا حاجة استخدميه في الصابون، واعملي صابون، أحلى صابون بينظف الهدوم وجميل. هيبرد البطاطس، هيبرد وارجع لكم تاني. اقولها لك. اوعي تضيفي الزيت على البطاطا، على ميه البطاطس وهو سخن. مش هيظبط معاك الصابون وهيبوظ الصابون. لازم يبرد تمام وبعد كده نضيف الزيت. معايا؟ لازم يبرد تماما. لو جت على ايدك نقطه من البطاطس، ما تحطش عليها اي ميه، حطي اي خل، حطي شويه خل. ولا كده بخشبه او اي حاجه مش محتاجاها. طبعا اعمل لك صابون النهارده مش هتستغني عنه ابدا. حته الصابونه النهارده ب7 جنيه او اكتر. طبعا انا مبشتريهاش من زمان، بس في ناس هنا بيقولوا ب7 جنيه. شوفي هتشتري قد ايه وهتغسلي بقد ايه. هتعملي صابون اكتر من 20 قطعة بشوية حاجة بترميهم، مكنتش مستفادة بيهم. النهاردة ان شاء الله تابعي الفيديو لحد الاخر، وهعلمك طريقة مش هترمي الزيت ابدا وهتستخدميه. طبعا الزيت ده زيت قلي بطاطس، قلي سمك، زيت محروق بقاله فترة، بقاله كام شهر. دول بجمع فيهم بقالي اكتر من 5 6 شهور عشان اعمل الصابون معاه. تمام. لسه سخنة، هتبرد وارجع لكم تاني. طبعا برد خالص اهو. نبدأ نضيف الزيت مع التقليب. طبعا هياخد منك تقليب كتير، شوية كده. ما تفضليش كل شوية تقلبي كده، ما تفضليش قاعدة جنبيه. يعني مثلا روحي المطبخ، اقضي مصلحة كده وتعالي برضو قلبي. بس لازم تقلبي على طول، كل شوية يعني. يعني ايه، افصلي بيناتهم. قلبي وروحي دي مصلحة، قلبي وروحي دي مصلحة. ما تسيبيش فترة طويلة عشان الزيت ما يبقاش على الوش.
طبعا انا مصفياه بالشراب، بس لسه في شويه في القعر برضه اصفيهم تاني. الصابون يعني تقلبي شويه، تروحي تقضي مصلحه وتيجي تقلبي شويه وتقضي مصلحه، مثلا في المطبخ تعملي اي حاجه وراكي وتيجي. الصابون هينشف معاكي بكل سهوله، من غير دقيق، من غير اي حاجه. اقلب وارجع لك تاني. نص ملح عشان بتصلب الصابونه وتخليها ما تعجنش معاك. معلقه ونص ملح، معلقه ونص كبيره. اقلب لحد ما يبقى الخليط عامل زي الكريمه كده، لحد ما يبقى تقيل معاك. وطبعا في الشتاء الخليط بيربط بسرعه مش زي الصيف. ده القالب اللي احط فيه. طبعا دي كرتونه حاطه لها كيس وهصب الخليط فيه. لو عندك بقى صاج قديم، اي قالب قديم، اي حاجه، اي كرتونه زي دي تحط فيها كيس وصب الخليط فيها. نقلب لحد ما الخليط يبقى تقيل معاه. معايا بدأ يتقل اهو. بقلب شويه واستنى وارجع اقلب تاني عشان الزيت ما يفصلش عن الصابون. اما بقى لو عندك شويه زيت ما ترموهمش، اعملي بيهم. انا ياما رميت الزيت، طبعا ما كنتش لاقي مكان اصلا ارمي فيه الزيت ده. لما عرفت الصابون بقى بيتعمل من الزيت، ما بقتش برمي ولا فتفوت، اخزنه كده في ازازه واعمل بيه الصابون. ينضف وبيخلي الهدوم وليقات فله كده وبيضه، ما تستهلكيش مسحوق كتير. تبشري شويه وتحطيه في الغساله على كوبايه مسحوق، يخليلك الغسيل فل. اول ما الخليط يربط ارجعيه تاني. اصبه في القالب او الكرتونه. بسم الله. القالب اهو زي ما انتم شايفين، واخليه بقى في مكان متهوي كده، مثلا تحت بير السلم، على المطبخ من فوق، او على اي مكان متهوي. ويقعد 8 ساعات وينشف، وارجع لكم تاني ونقطعه مع بعض. ده يا جماعه الصابون بعد ما نشف. طبعا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، قطعته
شايفين القطعة كبيرة، مقطعة قطع كبيرة. طبعا العدد اكتر من 15 صابون من حاجة كنت برميها. يلا بقى انتوا كمان هاتوا شوية بطاطس وشوية زيت كنت بترموهم، اعملوا بهم صابون حلو زي ده ناعم. الوصفة دي طبعا فيها كوباية دقيق. انا كنت عاملاه قبل كده بوصفة قبل كده، كنت حاطه له دقيق بس ما عجبنيش، هو ناشف وكل حاجة بس لقيت لونه مغير، عشان كده ما حطيتش النهارده في الوصفة دي دقيق. لو حابة تحطي دقيق حطي، بيخلي الصابونة صلبة بس مغيرة شوية. انا ما حطيتش دقيق المرة دي. طبعا ده عشان تستعمليه اقل حاجة 3 اسابيع او شهر، عشان البطاطس ما يبوظش ايدك. تمام. شايفين قطعة الصابونة زي الزبدة وصلبة وجميلة. طبعا حطيه في مكان متهوي، عشان حطيه يعني في مكان متهوي في كرتونة كده على المطبخ عشان ينشف معاك بسرعة. وبالنسبة البطاطس لازم يكون قشور زي قشور الجوز هند كده، ما يكونش متكتل، ما يكونش كتل على بعضيه عشان ما يبوظش الوصفة. تمام. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.